واحدة من المواعيد الكروية الجميلة في هذا العرس العربي الكبير، في أغلى أشبه بالتشكيلة الاحتياطية حينما نتحدث عن بيتسو موسيماني اللي يأتي في مباراة اليوم بتقريبا 9 تغييرات عن المباراة السابقة، بينما على الجانب الآخر الرجل فارس جمعة لكن الأكثر خبرة الأكثر قيادة إنه إسماعيل مطر اللي بيرسل كرة لكنها بتعدي وتنتهي إلى ركلة 20. الحديث أيضا عن الأندية المغربية التي حققت البطولة لعدة مرات، الحديث عن الرجاء، الحديث أيضا عن الوداد. هنا الأخطاء، هنا الفرصة والتسديدة لكنها بعيدة، الأخطاء الدفاعية، الأخطاء في البناء، الفرصة لعبد الحي فورسي، تسديدة عبد الحي مرت، تسديدة عبد الحي مرت. شوف اللقطة، شوف اللقطة، شوف الأخطاء، شوف الكرة اللي التمريرة الجميلة من أكسل ماي، والكرة اللي وصلت باتجاه عبد الحي فورسي، وفورسي كرة راحت إلى ركلة مرمى بعيدة 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 كل البعد. الفرصة البطولات العربية على مدار التاريخ لم يسبق أن حققت الأندية الإماراتية أي لقب من قبل. هل يفعل ذلك الوحدة ويقدم نفسه بصورة تاريخية حتى على مستوى الإمارات؟ تدخل من فارس جمعة ومرور من أكسل ماي، والتدخل الكرة بتنتهي إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق المغربي. كان فيها فرصة، كان فيها تدخل من فارس جمعة، فيها سقوط من إكسل ماي، فيها مطالبة من لاعبي الفريق المغربي بركلة جزاء لمصلحة إكسل ماي. راح نشوفها مرة أخرى. شوفوا إكسل ماي، التقدم من فارس، وبعد ذلك فارس جمعة، فارس جمعة خلصها، فارس جمعة أبعدها إلى ركلة ركنية لمصلحة الفريق المغربي. كرة فارس جمعة وكرة طويلة جدا، لم يحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا لكن يقدم أيضا المستويات الكبيرة محليا ويبحث عنها قاريا. كرة تعود من إكسل ماي، التمريرة وصلت في الجهة اليسرى، انطلاقة إلى الأمام، المحاولة موجودة، التواجد لزكريا لبيب، زكريا لبيب في الجهة اليسرى، البحث عن عبد الحي فورسي، التمريرة باتجاه زكريا وردي، التسديد، الله، لعيب يا زكريا، لعيب يا وردي، وهدف أول لمصلحة الرجاء. النسور الخضراء تتقدم أولا عن طريق الكابيتانو، عن طريق هذا القائد، هذا الاسم المميز جدا في وسط ملعب الرجاء. النسور الخضراء تبدأ أولا في رحلة تأكيد الصدارة وفي رحلة الفوز في هذه المباراة للمرة الثالثة على التوالي. هنا اللقطة أولا، إكسل ماي كان فيها لمسة يد ومطالبة من لاعبي الوحدة بخطأ، لكن حكم المباراة محمد الهويش قرر استمرار اللعب، وبعد ذلك التمرير، الكرة وصلت باتجاه طه شبيلي، طه في الجهة اليسرى لدى زكريا لبيب اللي مشى كرة بعد تحرك جميل بدون كرة من اللاعب زكريا. شوفوا من وين تحرك وتقدم ومر واستلم ولعبها مباشرة باتجاه المرمى. مخادعة لك يا الشامسي، مخادعة لك يا الشامسي، هذه في شباكك مباشرة. إنه زكريا الوردي، زكريا الوردي في يوم يتقدم فيه الرجاء ويبحث عن المركز الأول وتأكيد الصدارة لهذه المجموعة. يحتفل زكريا بهذه الطريقة إذن ليشير على الاسم والرقم، بينما محمد الهويش في حديث أيضا مع غرفة الفار، مع الحكم المتواجد في الفار. سننتظر تأكيد القرار. عد ترقب وانتظار. هل يؤكد الهدف؟ نعم، يعتمد الهدف إذن بالنسبة لفريق الرجاء. إذن